اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات امجد خاطر تشانل، قسم سويت ثينجز. النهارده هنتعلم ازاي نعمل ويب كريم او كريم شانتيه زي ما بنقول هنا في مصر. هنحتاج عشان نعمل الموضوع ده باكيتين ويب توبنج تبع شركه دريم او اي شركه كويسه اللي موجود في بلد. الباكيت الواحد تقريبا عامل 45 جرام، يعني الباكيتين مع بعض عاملين 90 جرام. وهنحتاج حليب كامل الدسم جهينة او اي شركه تانية كويسه موجوده في بلد. وهنحتاج وعاء معياري. يعني ايه وعاء معياري؟ يعني وعاء محطوط عليه الحاجات المعيارية، 50 مللي، 100 مللي، 150 مللي. هنحتاج وعاء عشان نضرب فيه الخليط، مضرب كهربي، اسباتيول رابر عشان نطلع بيها الخليط، ونحطها في الحاجة اللي هنستخدمها عشان نطلع بيها الكريم شانتيه او نستخدم فيها الكريم شانتيه بعد كده لتزيين الحلويات. اول حاجة هنعملها نبدأ نحط الحليب. محتاجين بالظبط حليب كامل الدسم 100 مللي لكل باكت، يعني 200 مللي للاتنين باكت. نبدأ. اهم حاجة تتأكدوا ان الحليب محطوط في التجميد سالب 18 لمدة نص ساعة على الأقل، ده وانت حافظه أصلا في التلاجة، يعني هو ساقع حطه بعد كده في التجميد لمدة نص ساعة عشان يكون ساقع جدا. نبدأ نحط الحليب. افتكروا 200 مللي. حطيت لغاية 200 مللي. هنبدأ ان احنا نحطها هنا في الوعاء. نحط الباكيتين. بالنسبة للباكيتات بتاعت دريم هي محلاة، يعني فيها سكر. لو الباكيت اللي موجود عندك في بلدك ما فيهوش سكر، انت ممكن تضيف فنجان سكر بودر او فنجانين على حسب ما تحب. نبدأ نضرب الخليط على اعلى سرعة لمدة من 4 ل 6 دقايق. زي ما انتوا شايفين بقى متماسك. نبدأ نحطه في اهو. دلوقتي خلاص حطيناها في المعدة اللي احنا هنستخدمها او في الأداة اللي احنا بنحط فيها الكريم شانتيه ونزين بيها زي ما انتوا شايفين. في كذا شكل انت ممكن تعمله. طبعا زي ما قلت لكم، كل ما تضربوا اكتر كل ما يكون متماسك اكتر. في كذا شكل كمان ممكن نستخدمه، في الشكل ده، في الشكل ده. ودي كانت طريقة عمل الكريم شانتيه او الويب كريم. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، وهوريكم ازاي تعملوا ويب كريم بطعم البرتقال او كريم شانتيه بطعم البرتقال الفيديو اللي بعد ده. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير عشان يوصلكم كل جديد، وعشان كل اصحابكم يشوفوا الفيديوهات دي كمان زيكم.